الاهلي تريزيجيه معدي ال 30، زيزو 30، بن شرقي معدي ال 30، حسين الشحات معدي ال 30 سنه، خد بالك، صح. محمد هاني 30 سنه، ياسر ابراهيم معدي ال 30، الشناوي معدي ال 30 سنه. صح. انت بتتكلم في 7 8 لعيبه في الملعب اساسيين معديين 30 سنه. انت مشكله فرقه الاهلي ايه دلوقتي؟ الاهلي كان زمان بيتميز بان انت اخر ثلث ساعه ملعب مكهرب نار. النهارده اخر ثلث ساعه لا، انت بيجي فيك اجوال، كلها بيجي فيك اجوال. انت طالع الجيش جاي في الجون كده، انت الترجي التونسي جاي في جون كده، انت سموحه كان هيجيب جون فيك الماتش اللي فات بالشكل ده. انت الاهلي بدنيا مش افضل حاجه. صح. تمام. ليه؟ انت اتفرج على المباراه اللي فاتت، اقرب مباراه مش مباراه سموحه، الفرق مقسوم نصين، نص بيدافع نص بيهاجم. ايوه، نص بيدافع نص بيهاجم. انا مش هتقدر تخلي 5 6 لعيبه عندي تمام يعملوا مجهود طول السنه. مش بتكلم على خد بالك انا بتكلم، ما بقيمش المباراه برضه. تعمل مجهود طول السنه، وهو لازم يكون الافريج. تتكلم بقى في 20 22 24، ممكن يبقى عندي 2 معديين 30 سنه، 33 34 37 حتى كمان، لكن ما يبقاش عندي 6 7 لعيبه في ملعب كبار في السن. صعب، تبقى صعب. لو كل واحد لوحده في الفرقه، في فرقه لوحده، هيعمل احسن حاجه في الدنيا، لان هيلاقي اللي يخدم عليه في الملعب، هيلاقي اللي يجري في الملعب. لكن انت النهارده الموضوع بقى مختلف عند فرقه النادي الاهلي. لا، انت لازم يبقى في عناصر شباب كتيره جدا في الملعب تشيل الفرقه بدنيا. يعني انت زمان مثلا في الاهلي الجعبه العبقريه، حسن مصطفى 24 سنه، محمد شوقي 23 24 سنه، كان شادي 26 27، عماد النحاس نفس القصه، سيد معوض 25 26 سنه. انت بتتكلم بقى في لعيبه كلها لسه في سن. بركات 28 29 29، وائل جمعه نفس الموضوع. انت فاهم؟ فانت بتتكلم في افريج كله من 20. حسام عاشور كان 22 سنه. ايوه صح. احمد فتحي كان 23 سنه، احمد متعب نفس القصه 24 سنه. يعني انت بتتكلم في سن اللعيبه كلها. يعني في لعيبه تحت ال 24، 5 6 لعيبه، 3 فوق ال 25، فالفريق بدنيا. فانت بدنيا طول السنه. ما اصل انت اللعيب مش هتقدر تقول ايه انا الماتش ده كنت وحش بدنيا والماتش الجاي هيبقى كويس. لا، انت بتحكم بفتره زمنيه طويله. هو لعيبه كره القدم بيشتغل طول السنه، فانت بتقيمه بدنيا طول السيزون. ما ينفعش تيجي تقول لي اصل ماتش الزمالك كان كويس. طب ما هو وارد ان ماتش من الماتشات تبقى انت مسيطر والدنيا حلوه وتمام وبتاع وقوي ومستعد، ماتش كويس، بس اللي بعديه صح. يعني هل انت النهارده معظم الاصابات اللي بتحصل في الاهلي، تريزيجيه اصابه عضليه، زيزو اصابه عضليه، بن شرقي اصابه عضليه، مروان اصابه عضليه، كلهم اصابات عضليه. كل دي الاصابات العضليه لما تيجي تبص عليها وتقيمها تقييم حقيقي، هي ناتجه عن ايه؟ هي مجهود زياده انت بتعمله، مش مجهود زياده عليك انت، مجهود زياده ممكن على السن بتاعك. ايوه. لان انا وانا عندي 20 سنه، انا وانا عندي 18 سنه، اقسم بالله كنت بلعب ماتشين في اليوم.